صفحة أمريكية كبيرة معنية بالديكور والتصميمات المعمارية نشرت صورة وكتبت مدخل مغربي راقي. مدخل مغربي راقي لمدخل موبل أو مدخل فيلا بس على الطراز المغربي. فدخلوا القراقير مكاش منها اخويا هديك مكاش، وبدأ يقول لا مش مغربي، المغربي غير. ودخل قراقير تانية قالوا ان هذا المغرب مشهور بالزليج وبالالوان الكثيره والرسم على الخشب، ده مش ديزاين مغربي ومش طراز مغربي. هذاك القرقور ايضا بدا يقول لهم تعالوا الجزائر وانتوا تشوفوا الديزاين اللي على اصوله والديكور اللي على اصوله والبنى اللي على اصوله في القرقاره. دخلت سيده مغربيه في التعليقات محترمه مقيمه في امريكا لها مليون تحيه، ادتهم له ستفتهم له. ادي يا سيدي صفحة امريكية نشرت هذا الديزاين وكتبت مدخل مغربي راقي. هو بيتكلم او هو في ناس اتكلموا عن انه لا معروف المغرب يبقى زليج والوان وبتاع وحركات، ده طراز معماري. المغرب فيه اكتر من 18 طراز معماري يا مغفل يا قرقور. ايش فاهمك انت؟ ايش فاهم القرقور في الزنجبير؟ هيعرف منين؟ ده طراز الواحات اللي موجود في ورزازات وموجود في الراشديه وموجود في فكيك وموجود في اماكن كثيره جدا. هوريك صوره. مراكش لا طراز معماري لوحدها، تدلكت والالوان بتاعتها. الشمال له تطوان مثلا واجوارها وشفشاون واجوارها لهم طراز معماري لوحده. دكاله وعبده والحتت دي لها طراز معماري، والشويه هنا. مراكش واجوارها لها طراز معماري. يشتركوا ممكن في الزليج في الوانه ده بما انها بلد واحد وانتشر فيها النظام، لكن نظام الطراز المعماري غير. انزل عند سيدي افني وانت غادي تلاقي موضوع تاني خالص. الصحاري والواحات هنا، الواحات المغربيه في مرزوقه وغيره، لما تروح الاوتيلات يا مغفل هتلاقي الطراز المعماري اللي انت شفته ده. اما في الحضر والعواصم الامبراطوريه فاس مكناس مراكش هتلاقي الوضع مختلف تماما، وهتلاقي طراز معماري، بل هتلاقي طرازات معماريه زي في مراكش كده. هتلاقي بدايه الزليج ايام ما كان لونين بس ابيض واسود بس، ثم اضيف للازرق ثم اضيف له الاحمر في القبه المرابطيه. الطراز المعماري ده طراز معماري مغربي بحت، لكن خاص بالواحات وبمناطق معينه. انا نزلت في الاوتيلات دي، فاكرين لما رحت جولمين في احدى الواحات في جولمين وصورت لكم هناك الاوتيل اللي نزلت فيه، وكان معايا المذيع في ميدي الصديق العزيز عبد الله الجعفري، ونزلنا في اوتيل رياض سوسي من بطراز المنطقه بالخشب بالدار بنفس الشكل القديم بفراشه القديم بكل حاجه قديمه، نفس الطراز ده. مفيش زليج في الاماكن دي. يعني لو رحت مرزوقه مثلا ولا رحت الراشديه والاماكن دي مش هتلقى الزليج بالشكل ده، مش زي ما تروح فاس ولا مكناس ولا مراكش ولا الاماكن دي. عرفت بقى؟ او تطوان مثلا، امشي بقى الشفشاون والاماكن دي هتلاقي طراز معماري مختلف. انما انت تفهم منين؟ هتعرف منين؟ دخلوا قرقروا الراجل بالانجليزيه ويقولوا له تعالى الجزائر شوف الطراز. طراز مين يا ابو طياز؟ طراز مين يالا؟ طراز مين يالا؟ ده الصينيين اللي بيبنوا لك يالا. يا ده انت موبيلاتك وعمايرك وبناك في ال60 سنه اللي فاتوا دول يالا تستحق تاخد عليها جايزه اكلخ تصاميم واكلخ بناء يالا. اوريك المباني اللي عندك انت ما سطرك الا المغاربه لما بنوا لك في الغرب تلمسان ووهران والاماكن دي، والفرنسيين اللي بنوا لك العاصمه اللي موجوده دلوقتي دي، بس غير كده سليطي مليطي. ايش فاهمك انت في داخل بحمارك في اسبوع الفرس تعمل؟ انت داخل دافع سنطحتك داخل في وسط الناس اللي بتتكلم عن حضاره وتراث. انت مالك انت بالكلام ده؟ انت تفهمه منين يا ابو طقبه يا حفيد ام حاسن؟ تفهم منين انت الكلام ده؟ تعرف منين انت طراز معماري ولا تعرف اي حاجه؟ تعرف طياز، انما طراز ما تعرفهاش. بائس بؤساء دخلوا. طبعا السيده المغربيه لها مليون تحيه مقيمه في امريكا، دخلت ادتهم وعرفتهم. لكن وتعالوا زوروا الجزائر، الحقد والحسد يخ على بشر
على دي جيره. انتوا عملتوا ايه؟ انا عمال ابحث المغاربه عملوا ايه في حياتهم عشان ربنا يبليهم بجار سوي زي ده. هل هو كفاره للذنوب؟ هل هو رضا من الله عشان يكفر ذنوبنا؟ ولا هو ما اعرفش حقيقي. مفيش كده في الدنيا يا اخي. في جيران دبوا في بعض يا اخي، دوله واحده دبت في بعض زي المانيا الشرقيه والغربيه، دوله واحده دبوا في بعض، ما حصلش كده. ما عانوش المعاناه اللي بيعانوها المغاربه من جيرانهم دي. ايه يعني في ايه؟ ايه يا كركور؟ انت ايش عرفك؟ انت ده مدخل اولا، ده مش ديكور داخلي، ده مدخل غير مدخل. اكتب كده اوتيلات في واحد في جيج او في او رياضات في الراشديه او في الاماكن دي، وشوف هتلاقيها نفس الحكايه، مداخل نفس الحكايه. مفيش الالوان الكتير. بعد ما تنزل من مراكش كده وتعدي مراكش ب 30 40 كيلو كده، شوف وانت غادي اتجاه الصحراء، شوف الطراز المعماري هتلاقيه كده غير الشمال. وهتلاقيهم لا يعتمدوا الالوان الفاتحه، ما يحبوش الالوان الفاتحه البيضاء. انما انت هتفهم منين يا مسكين؟ هتعرف منين؟ مش فاهم القرقور. القرقور ما تكلموش في حاجه ليها تراث، حاجه ليها تاريخ، حاجه ليها. انت بتاع سكران تحت الدروج وصدر العزبه في المرايه ومومه مكفن في حجر امه وعين البقره وشخشوخه بالظفر ومش عارف ايه بالكوك، مش هينفع اقولها بس انتوا بقى ممكن توزنوها على بعضها. حاجه بالكوك، موس ولا تحسوا ولا بس ولا تلسوا حاجه. المهم مش فاهمك انت في الكلام ده دافع الصمت. طبعا السيده المغربيه ما سكتتلوش. وتحيه على فكره للمغاربه اللي ما بيسكتوش، على فكره كلهم جنود على السوشيال ميديا، ودي حاجه كويسه، وبيحاولوا يضربوها لكم في التعليقات وانتوا مش عارف ايه وما اعرفش ايه وده. اوعوا اللي تلاقوه شهرزاد فضحوها وجرسوها لما حطت اكل في معرض اكل مغربي في معرض في باريس. اي حد بيدفع السنطيحه بيدخلوا له في التعليقات، لان الناس بتقرا التعليقات فيدخلوا لهم في التعليقات وهم بيلعبوا لعبه انهم يعملوا حوار. تدخل ذبابه يقول لا مش مغربيه، يدخل واحد تاني يقول له اه يا اخويا انا مغربي فعلا ودي مش، ويعملوا حوار بالذباب مع بعض عشان يخلقوا حوار كذبا. لكن المغاربه ما بيخلش عليهم ده. وبصراحه ادوا دور مهم جدا في السنوات اللي فاتت. المغاربه، الراي العام، الناس، الجمهور، المواطنين، عن طريق السوشيال ميديا بالدفاع، وما بيسكتوش وبيدوهم وبيفرشوهم وبيفضحوهم ويكتبوا له انت كرغلي مش مغربي، لا يمكن مغربي يقول كده. فبقوا دلوقتي محاصرين بجميع اللغات، يدخلوا على اي شيء فيه المغرب ويكتبوا لا موجود الارهاب وهناك خطف وهناك مش عارف مال وهناك ايه وهناك ايه، لا مكاش منها، تعالوا الجزائر، الجزائر امن انظف احرق ابرق اقرع احرق اخرق، دايما كده. وده كلام غير صحيح. تحيه للمغاربه المقيمين في امريكا وكندا، وانا اعرف انهم وفي اوروبا طبعا وفي كل مكان بيقوموا بدور مهم جدا وما بيسكتوش، وده شيء مهم ومطلوب. ولا تخرج من الفيديو قبل ان تقول السفخس على دي جيره. دي الحكايه. نشوفكم على خير.